السلام عليكم، عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي الفيديو زي كل عادة برضو هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. هنا أنا كنت جايبة الفاصوليا وبسلقها زي ما انتم ما شايفين. أنا داخلة في الفيديو على طول متسرعة باستمرار، يعني طبعا زي ما انتم عايزين تجيبوا ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، هي نفس الطريقة. هنسلق الفاصوليا. اكيد كلكم عارفين بتسلقوها ازاي. هنسلقها، بعد ما هنسلقها هنصفيها ونشطفها ونركنها على جنب. اول حاجة هجيب البصلاية وهحمرها، اديها تحميرة كده حلوة. تمام. وبعد ما هحمرها هخش كده في التحميرة احط لها حتة تومة. تمام. احمر فيها كده لغاية ما تديلي اللون اللي انا عايزاه. عايزاها تصفر خالص. هتصفر كده. وبعد كده خلاص كده احط عليها بقى الطماطم اللي انا كنت عصراها، وهبتدي اقلب فيها واسيبها واتبلها الاول. هسيبها بقى لغايه ما ما تتسبك، اغطيها كده تتسبك. تمام. اول ما هتتسبك هرجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي كانت خلاص. بصوا زي ما انتم شايفين الطماطم عماله تغلي مع نفسها. حقيقة هحط لها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. تمام. التوابل اللي انت عندك المتوفره اللي موجوده عندك حطيها. تمام. وبعد كده هنزل عليها باللحمه اللي انا سلقتها. اللحمة يا جماعة أول ما أحطها كده بتاخد غلوتين معاها، بتتحيق وتاخد الصلصة وبتاخد طعم الصلصة، التومة بقى والبصلة وكله. بتبقى حلوة جدا وطريقة خفيفة عليكي ولذيذة جدا جدا مع شوية رز كده مفلفلين. بتبقى حلوة أوي بصراحة. الأطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، وبتبقى بصراحة لذيذة كده وخفيفة. هسيب بقى اللحمة كده تتسبك مع الطماطم شوية. كده كانت خلاص ماشي. طلعتها من الصلصة في الصينية، وباخد معاها شوية كبشة كده صلصة. ليه؟ لما بدخلها الفرن بتتسبك كده وبتمسك في نفسها، بتبقى حلوة قوي. هنا انا حطيت سمنة بلدي زي ما انتم ما شايفين. السمنة البلدي بتسيح يا جماعة عليها، بتدي ريحة وطعم مش طبيعية بصراحة. وهحط فلفل اسود كمان من فوق كده، رشة فلفل اسود. فلفل الاسود مع السمنه البلدي مع الزبده ديت بتدي ريحه فظيعه جدا. هوريها لكم بعد ما دخلتها الفرن، هطلعها واوريها لكم. هنا كانت خلاص الصلصه، طبعا طلعنا منها اللحمه. احط كبشتين شوربه. تمام. واقلبهم كده، بس انزل كده وانضف كده الحله من الجناب. تمام. وهنزل عليها بالفاصوليا اللي انا شطفتها وسلقتها وكل حاجه. هسيبها برضو تتسبك معايا كده كده. الفاصوليا بتبقى خلاص يعني طالما خدت سلقة كده بتستوي. ما بتكتريش في سواها، يعني ما فيش ايدك فيها، ما تغيبيش عنها خالص. بص بعد ما طلعتها يا حبيب قلبي عاملة ازاي. بص الصينية بعد ما احمرت من فوق بجد، ريحتها وطعمها، وطبعا الفاصوليا واخدة طعم اللحمة، يعني حاجة وهم كده.